السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. وفيديو النهاردة احنا دخلنا بقى ايه، يعني مش هنتكلم عن موضوع سبيسيفيك. احنا النهاردة جايين نتكلم ان جنرال عن العشر الأواخر. احنا دخلنا خلاص في فترة الجد. 20 يوم اللي فاتوا انت دمرتهم. مش هقولك مش مهم، بس انت لسه عندك فرصة تلحق اللي انت عملته ده، وممكن يعني تاخد أجر. هو انت مش ممكن، هو انت لو اشتغلت صح في ال10 دول كده كده هتاخد اجر مليون ضعف ال 20 يوم اللي انت كنت قاعد بتستهبل فيهم دول. فانت فكك من اي حاجه انت بتعملها في حياتك دلوقتي. بجد كرس ال10 ايام دول. يعني ايه، اعتبرهم اخر فرصه ليك، اعتبرهم ده اخر رمضان هتعيشه، لان انت ما بتعرفش، فاهم؟ انت ما تعرفش، محدش عارف حاجه، فاعتبر دول اخر 10 ايام، اخر 10 اواخر هتحضرهم. اعتبر كده يعني عادي. في حاجات معينه لازم تفضل مواظب عليها دايما طول ال10 ايام دول، سواء كنت بتعملها او ما بتعملهاش، زي ما اتفقنا في ال20 يوم اللي فاتوا. طبعا يعني فتح الكلام كده، لو انت كنت تنزل التراويح معلش اتلحلح وانزلها، اتلحلح وانزلها، ما فيهاش هزار دي المره دي. 10 ايام تراويح متواصل، اظن سهله مش صعبه على فكره، عادي. ومش شرط تروح جامع بيصلي 300 ركعه، عادي يعني. انا الجامع اللي بروحه بيصلوا 8، مش قصه يعني، فاهم؟ 8 وشكرا. وزي ما اتكلمنا في فيديو التراويح، روح شوف لو ما شفتوش. لو صليت مع الامام من الاول لحد الاخر بعد ما خلص شفع والوتر وسلم، ده انت كده خلاص ان شاء الله كتب لك اجر ليله كامله قاعد بتصلي فيها قيام ليل. انت حاجه عمرك ما هتعملها اصلا، فاهم؟ طبعا في ال10 الاواخر بتيجي حاجه كمان زياده، وهي التهجد. مساجد بتصلي في الاغلب الساعه 12 واحده بالليل. في الاغلب برضو بيبقى ايه زي التراويح مثلا، حوالي نقدر نقول 8 ركعات، برضو نفس الكلام. برضو بيبقى هو في رينج 8 ركعات. برضو ده ما يتسابش، يعني ده ما يتسابش. طبعا عايز تصليه بعد التراويح، يفضل انك تخلص التراويح كلها وتيجي بعد ما الشيخ يسلم الوتر تقوم تاخد ركعه زياده. بس خلاص كده انت ضمنت انك خلصت مع الشيخ، وفي نفس الوقت ايه، ما ختمتش بالوتر. ليه؟ لان الوتر يفضل ان هو يكون اخر حاجه تصليها، فصليه بعد التهجد. دي نقطه. طبعا قراءه القران، لو انت ما بتقراهوش عامه سهل جدا تجيب ختمه. ممكن عامه 3 اجزاء في اليوم، شكرا هتجيب ختمه في ال10 ايام دول، ختمه كامله ان شاء الله. وعامه هم مش كتير، بياخدوا مثلا حوالي ساعه او حاجه، مش قصه. لو انت قراءتك حلوه هتنجزهم في ساعه عادي جدا. كده السنن معاك. السنن دي انت لو صليت 12 ركعه، 12 هم 12 ركعه كلهم يعني. ممكن اعرضهم لكم هنا في صوره. هم 12 ركعه توتال، لو انت صليتهم اتبنى لك بيت في الجنه، شكرا. ففي اعمال سهله جدا وبسيطه جدا، انت بجد ممكن تؤجر عليها اجر كبير جدا. واصل عليها على الاقل 10 ايام دول، مش مهم يعني، او مهم بس يعني اقصد ما تفكرش هتعمل ايه بعد ال10 ايام. ركز في ال10 ايام دول، عسى ان ربنا يعلق قلبك بالحاجات دي وتكملهم بعد 10 ايام عادي جدا. طبعا نرجع للاساسيات، وهي بر الوالدين. ما ينفعش تبقى عاق بابوك وامك في الفتره دي، تمام؟ لان ده فرض، تمام؟ دول تاني ناس اهل للطاعه بعد ربنا. يعني انت متخيل وانت رايح تختم لي القران وتصلي لي التراويح والتهجد وبتاع، ونازل ابوك وامك غضبانين عليك اصلا؟ يعني في الاول وفي الاخر دول سنن، يعني التراويح دي سنه، قيام الليل سنه، فانت سايب الفرض، وفرض كبير كمان انك تبقى عاقل يوم، دي كبيره عادي. وانت التراويح مش التراويح. طبعا في ناس بتصلي التراويح وتفكس اصلا اللي هو الفرائض اصلا يعني. ف يعني 10 ايام فرصه بجد لا تعوض، ممكن ان انت تغير فيهم حياتك 180 درجه. واهم حاجه بجد، ودي اغبى حاجه انت ممكن تعملها، ان انت ما تنشنش. ما فكك من الليالي الوتريه والليالي الزوجيه، فكك من ليله 27، وفكك من ليله 29 والكلام الجميل ده. صدقني لو قعدت تعمل كده هتكسل النهارده عشان النهارده ليله زوجيه، وهتشد بكره عشان بكره ليله وتريه. طب ما هي ممكن تبقى في الزوجيه عادي جدا برضه يعني، فاهم؟ لسه ما فيش كلام مؤكد، انت ما تعرفش حاجه. فانت لا يعني شد على نفسك ال10 ايام دول. ما فكك بقى من اللي بيقعد سهران يشوف قرص الشمس طلع متحمر ولا مشمر. فكك من الجو ده، الجو تعبان قوي يعني. قشطه كلها علامات وبتاع، بس يعني مش
مش حاجه تاخدها، زي ما قلت لك كده كده انت الكسبان. لو انت عملت ال 10 ايام، اظن 10 ايام مش كتير يعني، واظن لو انت بالذات مضيع 20 يوم، 20 يوم تمام، 20 يوم وقلت لك في 10 ايام بس تقدر انت تعوض بيهم وزياده، اظن ممكن انت يعني ايه تسترجل شويه وتعملهم. وخصوصا ان يوم في يوم لو انت هتيته انت شكرا كده لبست يعني ايه، خدت ثواب عباده 83 سنه، حاجه انت عمرك اصلا برضو ما هتعيشها يعني، فاهم؟ يعني في شكل فاهم، بوم نووي جاي علينا يموتنا كلنا، فانت عمرك ما هتعيشهم يعني، فاهم؟ او ان شاء الله هتعيشهم يعني، بس ايه في الاغلب لا يعني. ف... ففي 83 سنه لو انت قعدت تتعبد بنفس المستوى لمده 10 ايام، 10 ايام فقط، 10 ايام فقط، كاونت داون. على راي الفنانه اديلي، this is the end. hold your breath and count to 10. فاهم انت؟ خلاص يا باشا، count to 10 بقى ايه، دي الفينالي. فخلي ختامه مسك كده. طبعا الكلام ده للشباب والشابات، بس طبعا افضل يوم الصلاه في البيت، ايا كان فرض سنه، ايا كان في البيت افضل يوم، اجرهم اعلى بكتير جدا. صلاتهم في البيت اصلا اعلى من صلاتهم في المسجد النبوي يعني، فايه كده. بس شكرا شفت الفيديو، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.